وهنشوفها تاني، هنشوفها تاني دلوقتي. والحقيقة أنا عايز أعرض لكم الحب اللي النبي ضخه واستثمره في قلوب الناس وجاب أثره. بعدك يا رسول الله ب1400 وكام سنة، وقت ما حد يحصل له ابتلاء يقول النبي كان أنوع. إيه المشكلة لما دخلنا يبقى صغير؟ هعرض لكم تقرير هو أحد نجاحات حد غيرنا، لما تشوفوها تعرفوه. وبعد التقرير هنعلق عليه، بس هفكركم بحاجة. وانتوا بتتفرجوا على التقرير يا جماعة اسمعوا الست الطيبة دي وهي بتقول لولا النبي واللي علمه لنا النبي ما كانش يبقى حالنا كده. ربنا ينصرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بتدعي للنبي انه عاش بالطريقة دي. يلا نروح نشوف حد من البسطاء اللي حب النبي مالي قلبه ونرجع تاني. فاتفضلوا. السلام عليكم يا أم. ألف سلام عليك. لا تسلم من كل راضي، لا تسلم من كل حاجة. ايه سلامتك؟ مالك؟ تعبانة شوية بس. ايه مالك؟ عندك ايه؟ شوية بس كده، شوية مش كده. تشتكي لي كده، قولي لي مش انا زي ابنك، قولي لي مالك. نعم. مالك؟ سلامتك عندك ايه؟ عشان لا تسلم من كل راضي، ما فيش حاجة بس جسمي بيوجعني شوية كده. فقدت بصرك من قد ايه؟ نعم. فقدت نظرك من قد ايه؟ أنا عينيا بتوجعني على طول من زمان. من زمان نظري بيوجعني، من زمان أوي، من زمان. الله يبارك لك. في البيت هنا؟ يبارك حد لك. بيخدمك؟ نعم. حد بيخدمك؟ حد يبيني؟ ما أنا معايا 4 بنات متجوزين في مصر. طب مين بيخدمك هنا؟ متجوزين في مصر غلابة، اللي رجالتهم بعيد عنك ميتة. 2 رجالتهم ميتة، واثنين تعبانين برضه. والواد ده جمال دي ابني. بيخدمك جمال؟ بيقعد معاكي بيخدمك؟ بيخدمك؟ ربنا موجود. طب انت بتعالجي في دكاتره شافوكي ولا حاجه؟ في دكاتره شافوكي؟ انا ربنا سبحانه وتعالى بيهدف لي شوية العيا وبيشيلهم، بيحدفهم ويشيلهم على طول. يعني ربنا سبحانه وتعالى معايا، ربنا معايا، ما يشهد الا هو ربنا، عشان هو اللي خلقنا، هو اللي مكفل بينا. ربنا قولي لي يا امي، انت بتصرفي على نفسك منين؟ بتصرفي على نفسك منين؟ بصرف على نفسي منين؟ باخد 10 جنيه من الجامع، 10 جنيه من الجامع. في حتة ليه في مصر 40 متر، 40 متر باخد منها 50 جنيه بس. تاكلي ازاي وبتشربي ازاي وبتعالجي ازاي؟ انا الحمد لله، اللهم لك الف حمد، اللهم لك الف حمد. ده حلوين قوي، ويعني ضروري ألم عليه الصلاة والسلام. الرسول ما كانش كان أنوع. ده اللي بيلموا في مسارينهم دول ويزدينوا دول وحشين، بيقعدون 60 جنيه يقعدون ويفوز مني كمان. الحمد لله، اللهم لك ألف حمد. ده حلو قوي، ده كويس قوي، ده حلو قوي. اللهم لك ألف حمد. الحمد لله.
طب انت يا امي مش ناقصك حاجه اقدر اعملها لك؟ ان شاء الله يبارك لك، يبارك لك ويكفيك شر الحاجات الوحشه انت واللي زيك يا ابن حواء وآدم. الحمد لله، اللهم لك ألف حمد يا حبيبي، اللهم لك ألف حمد، اللهم لك ألف حمد. طب مش ناقصك حاجة يا أمي؟ والله يا ابني الحمد لله، اللهم لك ألف حمد. احمد ربي واشكر فضله. قولي لي يا امي الرضا اللي انت فيه ده جايلك ازاي؟ احمد ربي واشكر فضله، ان شاء الله ما تتحوجش ابدا ولا تحتاجش يا ابن حواء وآدم. مش عايزه حاجه خالص؟ سلامتك، عاوزه سلامتك انت واللي زيك والجدعان كلها تسلم من كل حاجه وحشه. ادعي لنا يا امي والنبي. وادعي لكم والله، والله ينصركم على من يعاديكم، ينصركم على من يعاديكم، ينصرك يا سيدنا محمد على الكفار، ينصرك على اليهود يا ابن يا سيدنا محمد، ينصرك على اليهود وعلى الكفار، ينصر دين الإسلام على اليهود وعلى الكفار يا رب، يا رب، يا رب. ربنا يديك الصحة يا أمي. ربنا ينصرك يا سيدنا محمد على اليهود وعلى الكفار. ربنا ينصر دين الإسلام ده يا رسول الله اللي زرعته في أمتك واللي باقي إلى يوم الدين بالحب اللي مليت بيه قلوبنا تجاهك وتجاه ربك وتجاه الإسلام. أحد نجاحات أستاذ عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، نشكره على النجاح الكبير، وإحنا قصدنا إن إحنا نعرض التقرير ده الناجح جدا لأنه بين قد إيه أمة النبي فاكرة النبي وحبت العيشة اللي عاشها النبي ورضيت بالعيشة اللي ربنا اختارها لهم لأن ده كان اختيار النبي. فكرتني الست الطيبة أم إبراهيم، الست الطيبة العجوزة السمرة اللي كانت بتكنس المسجد النبوي وماتت. زي أم إبراهيم على فكرة، بعد ما أستاذ عمرو الليثي جمع لها الحمد لله مبلغ كبير وشقة جديدة، راحوا علشان يباركوا لها لقوها ماتت وهي بتصلي العصر. أم إبراهيم ماتت على فكرة وهي بتصلي العصر. وماتت خادمة النبي اللي كانت بتكنس المسجد بالليل، والظاهر النبي كان نايم ما حبوش يصحوا النبي. تاني يوم يصحى النبي، هي فين الست الطيبة اللي كانت بتكنس المسجد؟ يا رسول الله دي ماتت ودفناها. فقال هلا آذنتموني، مش كنت